حديث معاذ نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأه بصورة السؤال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وفي بعض طرق الحديث بعد ساعة قال: يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ إلى آخر الحديث. فلا بد من بيان أمور عدة تجلي معنى هذا الخبر المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قوله أتدري هذا من باب إلقاء أو من باب طرح المسألة على السامع في صيغة السؤال، وذلكم أنه إذا طرحت المسألة بصورة سؤال أو طرحت القضية بصورة سؤال تشوق السامع إلى الجواب من المتكلم، من المتحدث إليه. وهذا له نظائر كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لأنهم صلى بهم الصبح على إثر سماء من الليل، فقال قوم مطرنا بنوع كذا وكذا، وقال قوم مطرنا بفضل الله ورحمته. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إليهم فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الحديث أخبرهم الخبر، وهذا سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. والمقصود أنه من أساليب التربية في حسن التعليم وتهيئة التلقي أن تطرح القضية في صورة سؤال، وهذا دليل على أن شرع محمد صلى الله عليه وسلم سبق أساليب التربية الحديثة بمئات السنين. ثانيا في قول معاذ: الله ورسوله أعلم، هذا من باب تفويض العلم إلى عالمه، فإنه من الأدب أن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم فوض العلم إلى عالمه. وما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه لا علم له به، ولهذا قال: الله ورسوله أعلم. أو كان يعلم لكنه لا يدري ماذا يقول نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: من سئل عن شيء فهل يسوغ له أن يجيب بمثل ما أجاب به معاذ رضي الله عنه؟ أظن السؤال المطروح فهم. من سئل عن أمر لا يعلمه فهل يسوغ له أن يجيب بمثل ما أجاب به معاذ رضي الله عنه؟ والجواب أن المسؤول عنه حينئذ له حالتان، وإن شئتم فقولوا على ضربين: أحدهما دنيوي صرف، هل تسافر؟ هل يجاوركم فلان؟ هل يقدم فلان؟ فالجواب
في هذه الحال أنه يقول الله أعلم، ولا يشرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور الدنيوية التي لا يعلمها إلا الله، فيقول الله أعلم. ثم من وجه آخر السائل غير النبي صلى الله عليه وسلم، فمحمد عليه الصلاة والسلام غير موجود الآن. الضرب الثاني ما كان دينيا، ما كان دينيا. فمن قال في هذه الحال الله ورسوله أعلم له وجه، لأن علم الشرع موكول إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب سد الباب، فلا يقول الله ورسوله أعلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم غير موجود والوحي قد انقطع، فيقول الله أعلم. هذا ما تحصل عندي في هذه المسألة، والله أعلم. الأمر الثالث نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صاحبه معاذ رضي الله عنه بحقين، أحدهما لله والآخر لعباد الله. وإن شئت فقل أحدهما حق على الله والآخر حق على العباد. هنا سؤال: ما الفرق بين الحقين؟ ما الفرق بين الحقين، حق الله وحق عباده؟ ما الفرق بينهما؟ أقول حق الله على العباد فرض واجب، فرض واجب، وهو في هذا الحديث فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا فرض عيني، وجوبه عيني على الأعيان. وأما حق العباد على الله فهو حق تفضل وإحسان منه جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء أحد، لكن هو عز وجل من سعة فضله إنعاما على عباده أوجب على نفسه ما وعد به عباده، فنقول هو حق تفضل وإحسان، حق تفضل وإحسان. وهذا عند أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة القائلون بأنه يجب على الله يفعل الأصلح فهم يخالفون أهل السنة في هذا الباب، ونحن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك، نحن أهل السنة، ولا نقول إلا بما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة أو أجمع عليه الأئمة، ولا نجاوز ذلك ذات اليمين ولا ذات الشمال أبدا. هنا أمر، ولعله الوجه الرابع، وهو في قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقد جاءت آية التنزيل الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة بأن من العباد من هو متوعد بالعذاب، أليس كذلكم؟ من العباد من هو متوعد بالعذاب من المسلمين، هل الكفار، نقول من المسلمين من أهل الإيمان من هو متوعد بالعذاب. فكيف يزال هذا الإشكال؟ ولعلكم عرفتم
أن ما يشكل من النصوص هو أمر حقيقي أو نسبي إضافي؟ نسبي إضافي. والجواب كما قرره أهل العلم قالوا يحتمل أمرين: إما أن التعذيب المنفي هو التعذيب المؤبد، أي لا يعذب من لا يشرك به شيئا تعذيبا مؤبدا، أو أن هذا في أول الأمر فهو إذن من أحاديث الرجاء في أول الأمر قبل أن يشيع الإسلام ويشمل غالب الناس، فإنه لن يرجي الأمة بمثل هذا، وهو وحي من الله، وحي إليه من الله عز وجل. إذن الجواب يحتمل كم وجه؟ يحتمل وجهين: أحدهما أنه من أحاديث الرجاء التي يحتاجها الأمة في أول الإسلام. وتعلمون أنه يوجد جمهرة كثيرة من غير السابقين الأولين رضي الله عن الجميع. والثاني، الوجه الثاني، أن المنفي ما هو التعذيب ماذا؟ المؤبد الذي هو الخلود في النار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا، وفي بعض الروايات لا تبشرهم، هذا ما يقوي أن الحديث من أحاديث الرجاء، من أحاديث الرجاء. والمسلمون متعبدون لله عز وجل بعبادات علمية. ما العبادات العلمية؟ الاعتقادية، وعبادات عملية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وحاصل ما أفاده هذا الحديث ما يأتي: أولا حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وبديع ما أتاه الله من الحكمة وفصل الخطاب، إذ بدأ أو طرح هذه القضية على صاحبه معاذ رضي الله عنه في صورة سؤال تشويقا. ثانيا يجب على العباد عبادة الله الخالصة، وجوب عبادة الله الخالصة، وهذا حق، وهذا الحق فرض. ثالثا سعة فضل الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى. رابعا درء المفاسد حين تترجح على المصالح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبشرهم فيتكلوا، في بعض الروايات إذن يتكلوا. فإن هذه الجملة دليل على هذه القاعدة، وهي تقديم درء المفاسد على جلب المصالح إذا كانت المفاسد أكبر. وهذه القاعدة لا يفقهها حق الفقه إلا أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومما يفيده الحديث استحباب بشارة المؤمن بما يسره، استحباب بشارة المؤمن بما يسره. وهنا سؤال: كيف أخبر معاذ رضي الله عنه هذا الخبر وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: إن معاذ رضي الله عنه لم يخبر بهذا الخبر الذي حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند موته تأثما، يعني تحرجا من كتم العلم. خاف رضي الله عنه أو خشي رضي الله عنه أن يموت كاتما علما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث يجوز للمعلم
أن يخص بعض تلامذته بخصائص من العلم دون سائر التلاميذ، لما خشية أن لا يفهموا، يعني خشية أن لا يفهم الكل. ونحن نشاهد نقول للمعلم أحضر طلابا في المرحلة المتوسطة وآخرين في المرحلة الجامعية، فمن الذين يفقهون كلام ابن حجر في فتح الباري والنووي والطيبي وغيرهم؟ القسم الأول أو الثاني؟ القسم الثاني. فلو أنه ساوى بينهم أخطأ. نعم. ومن فوائده ما قدمته أن على من سئل عن علم لا يعلمه فيجب أن يكله إلى الله سبحانه وتعالى، وقد فصلنا في هذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة معاذ رضي الله عنه، إذ خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحدث به غيره. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة بشرط أن تطيق ذلك، والله أعلم.